اكيد معظم اللي شاف عنوان الفيديو متأكد او حاسس ان ازاي يعني مكرونة هنعمل منها حلويات، ازاي يعني حاجة غريبة. بس فعلا الفيديو بتاع النهاردة مختلف جدا، وهنعمل طواجن حلويات فظيعة طعمها حلو جدا، وبتنفع بقى للضيوف. اي ضيف يجيلك كل واحد بيحط له طاجن كده، او ممكن تتعمل للاطفال في قوالب سيليكون كده بتتقلب. هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. بصوا، يعني في للوصفه ديت افكار تقديم كتيره جدا. فعلا وصفه جميله قوي، وطعمها كان حلو جدا جدا. بتتاكل ساقعه وممكن تتاكل سخنه، وسريعه وسهله، وهتشوفوا فعلا ان هي تخلص بسرعه قوي. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا الجرس بقى عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا. زي ما انتم شايفين، ده طاجن من ضمن الطواجن اللي كانت قمر جدا، وكانت بصوا فظيعه. انا فضلت ان انا اكله سخن، لان هو بصراحه هو سخن كان طعمه حلو قوي، بس ممكن برضو في نفس الوقت تاكلوه ساقع. بصوا فظيع وطعمه حلو جدا جدا. والمهلبيه اللي احنا عاملينها ديت كده بالمكرونه ناعمه وفظيعه. بصوا بقى، احنا معانا كيلو من اللبن، او ممكن لتر على حسب انتوا يعني بتكيلوا الحاجات بايه يعني. ده كيلو من اللبن. يفضل اللبن اللي هو بيبقى جاي مش معلب، يعني اللبن اللي هو بيبقى جاي سايب. بيدي طعم اقوى، لان بيبقى فيه نسبه قشطه يعني كده عاليه. ومعانا طبعا المكرونه دي نص كوبايه من المكرونه. بصوا بقى، انتوا بتستخدموا اي نوع مكرونه، مش شرط المكرونه اللي انا مستخدماها دي، بس يفضل تكون مكرونه حجمها صغير يعني صغنونه كده. ممكن مكرونه السباكيتي علشان تبقى سهل ان هي هتشوف هتبقى سهل يعني ان هي تتخلط معانا وتعمل مهلبيه حلوه جدا. بعد كده معانا بقى، بصوا هنا 3 معالق من النشا، عليهم معلقتين من كاستر الفانيليا. لو حابين تحطوا كاستر شوكولاته، او حابين تحطوا كاستر اي طعم تاني براحتكم. كاستر الفانيليا ادى طعم حلو جدا، واداها لون. يعني انا ما كنتش عايزه حاجه تطلع بيضه كده باللون النشا ابيض والمكرونه بيضه، فحبيت ان انا ادي لون كده مصفر شويه ليها. وديت كوبايه من السكر. وعلى حسب طبعا يعني راحتكم، لو عايزين تقللوا قللوا، عايزين تزودوا زودوا، بس ده بيدي الطعم الكويس. ودي معلقه من اللبن البودر، ومعانا كيس من الفانيليا، او ممكن نحط يعني حوالي ربع معلقه ونص معلقه من الفانيليا السايله لو عندكم فانيليا سايله. وبعدين بقى بنعمل اول حاجه، بنجيب اللبن وبنحط عليه اللبن البودر. اللبن البودر ده بيدي طعم غني جدا، وطبعا زي ما قلت لكم لبن سايب هيبقى افضل، لان بيبقى فيه النسبه بتاعه الدسم او القشطه بتبقى عاليه جدا. او ممكن تجيبوا علبه لبن اللي هو بيبقى كامل الدسم، بس برضو ده بيبقى افضل. وحطينا بقى السكر وكيس الفانيليا ده حطيناه. بصوا فعلا هتشوفوا الموضوع سهل جدا، والوصفه هتخلص بسرعه قوي. بعد كده بصوا بقى، هنبتدي ننزل النشا. ده خليط النشا والكاستر، وممكن زي ما قلت لكم تغيروا في الاطعم، يعني مش لازم كاستر فانيليا، بس انا حبيت ان هو يبقى كاستر فانيليا يعني عشان انا بحب طعمه، واللون اللي هيعمله حلو جدا. بصوا بقى، الخطوه اللي جايه ديت مهمه جدا. يمكن انا خليت الفيديو طويل شويه، لان فعلا كل خطوه في الفيديو مهمه، فحبيت اوريكم كل حاجه، ما حبيتش ان انا اسرع يعني. هنا هفضل اقلب في الخليط دوت، ولو عايزين تقلبوا بمضرب يدوي بمضرب كهرباء براحتكم، بس انا استسهلت يعني وبالمعلقه، لان المعلقه هتقضي الغرض يعني. هنفضل نقلب لغايه لما الخليط دوت ما يبقاش فيه اي تكتلات، وهتشوفوا دلوقتي معايا. ولو ما يعني الخليط فضل فيه تكتلات، ساعتها انتوا ممكن تصفوه. بصوا هنا في سكر لسه، وفي برضو حبة تكتلات كده من النشا ومن الكاستر، فاحنا هنفضل نقلب فيه كويس جدا جدا، عشان انا عايزه كل الحاجات ديت. بصوا كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي انا عايزاها تدوب مع اللبن، مش عايزه اي حاجه تبقى متكتله، علشان لما الخليط بتاعي ارفعه على النار بعد كده ما يدينيش يعني زي دواير كده، او فقاعات يعني، او كور يعني من الحاجات ديت. فعشان كده انا بحتاج ان انا اقلبه كويس جدا جدا. يفضل زي ما قلت لكم بمضرب سلك، او بمضرب كهرباء، بس انا قلت عشان المعلقه اكيد موجوده عندنا كلنا، فاحنا هنستخدم المعلقه. بصوا بقى، هفضل اقلب فيه، وزي ما هتشوفوا دلوقتي في كام حاجه لسه موجوده، بس بصوا كده الوضع كده اتغير خالص. يعني لو هتشوفوا هتلاقوا، بصوا الخليط الى حد ما ابتدت كل حاجه تمتزج ببعض، وده اللي انا عايزاه. لو لقيتوا الحاجه ما بتمتزجش خالص، ممكن تزودوا شويه لبن او شويه ميه. بس بصوا كده الى حد ما خلاص السكر داب وكل حاجه دابت، فانا كده عرفت ان انا الدنيا ماشيه معايا تمام. بصوا الوصفه دي فعلا فعلا هتجربوها، هتعجبكم جدا.
كده زي ما انتوا شايفين. انا كده بقى ايه خلاص اتاكدت ان ايه، بصوا اهي ان كده كله تمام. الخطوه الجايه بقى هنعمل ايه؟ هنسلق المكرونه. هنسخن ميه كتير وتغلي بطريقه مش طبيعيه، عايزين الميه تغلي قوي، وبعدين هننزل عليها نص كوبايه المكرونه. اول ما تنزل المكرونه نفضل نقلب فيها، وعايزين المكرونه تعجن. انا مش عايزه المكرونه يعني ماسكه نفسها، لا انا هوريكم دلوقتي عايزه المكرونه عامله ازاي، هتشوفوا. المكرونه لازم يعني تعجن، دي كلمه قليله، يعني عايزاها تعجن 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 جدا. لازم المكرونه بصوا تبقى ملزقه في بعض ومعجنه خالص. همسك لكم واحده دلوقتي وهوريكم يعني الطراوه اللي انا عايزاها تبقى فيها، علشان ده هيسهل معانا جدا الخلط. بصوا بقى، انا هنا كانت عماله تتزحلق مني، فانا مش عارفه ان انا اضغط عليها، بس بصوا لما جيت ضغطت عليها كده على طول اتفصلت. انا عايزه السمك ده، انا عايزه المكرونه تبقى يعني تدوسوا عليها كده على طول تروح ايه مهريه معاكم. بصوا عماله تتزحلق مني، فانا حبيت بس اوريكم الخطوه ديت عشان تبقوا عارفين ايه كل حاجه ماشيه ازاي. بعد كده نبتدي دلوقتي نعمل ايه، هنضيف المكرونه ديت على اللبن، خليط اللبن والكاستر والنشا اللي احنا عملناه. طبعا كلنا عارفين ان المكرونه فيها نسبه نشا والنشويات عاليه جدا، فعشان كده مش هيبقى فيها يعني ايه الطعم مش هيبقى زي اي مهلبيه، لا هتبقى زي مهلبيه كده فيها طعم نشا المكرونه. بصوا بتبقى فظيعه فعلا فعلا، لازم تجربوها. دلوقتي بقى هنعمل ايه، هنبتدي نجيب الخلاط، او لو عندكم هاند بلندر، او ممكن بالكبه تحطوا الحاجات دي كلها في الكبه وتخلطوها. انا هنا حطيت كله في الخلاط، لان الخلاط طبعا يعني موجود في كل البيوت. وهنغطي عليها وهنبتدي نضرب على اعلى سرعه. انا هنا ضربت على سرعه متوسطه في الاول عشان الخلاط بس ايه يشتغل معايا، بعد كده هعلي السرعه. بصوا بقى، لازم نفضل نخلط في الخليط دوت لغايه لما المكرونه بقى ايه تقول خلاص انا كده تعبت بقى كده، المكرونه تكون اتخلطت على الاخر. والمكرونه تكون خلاص ما بقاش فيها غير حبيبات بسيطه. ممكن الحبيبات ديت اللي حاببها يحطها مع الخليط بتاعنا هتدي طعم كويس، واللي حابب ان هو يصفيها. انا هنا صفيتها بعد ما خلصت الخطوه ديت، صفيتها عشان انا ما كنتش حابه يعني ان ايه بواقي المكرونه كده ايه تبقى موجوده في الوصفه يعني، بس عموما هي تبقى حلوه جدا بيها. انا هنا بعد ما صفيتها بصوا هتشوفوها دلوقتي كده اللبن بتاعي او الخليط بتاع المهلبيه بتاعي ده بقى ايه، يعني عايزه اقول لكم بقى يعني مشبع كده من نشا المكرونه، وهيبقى مدي طعم حلو جدا. بصوا بقى، بعد كده هنجيب دلوقتي مكعب من الزبده، هتشوفوه يعني قولوا معلقه زبده، هنحطها فيه وهنرفع الخليط ده على النار. هنرفعه على نار متوسطه، هنفضل نقلب فيه لازم بالمضرب، هتفضلوا تقلبوا بالمضرب كانكم بتعملوا بشاميل لغايه لما الخليط ده يتقل خالص. هوريكم سمكه دلوقتي. بصوا الخليط بقى تقل خالص زي ما انتوا شايفين، بقى مهلبيه تقيله. انا عايزه كده، انا عايزه السمك ده، مش عايزاه يبقى خفيف، لا انا عايزه السمك التقيل ده علشان لما يجي يتحط في القوالب يطلع معايا شكله حلو. بصوا انا وريته لكم مره بالمضرب، بس طبعا المضرب مش مبين السمك. بصوا بقى المعلقه بيلزق في المعلقه، يعني زي ما انتوا شايفين كده، عايزه الخليط ده يبقى ملزق كده خالص في نفسه، وكله يعني النشا متجلتن كده يعني على بعضه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده ده الخليط، انا حبيت اوريه لكم بس كسمك كده بالمعلقه علشان كلكم تبقوا عارفين وشايفين شكله هيبقى عامل ازاي. طبعا اللون ده اصفر مصفر كده شويه عشان احنا حاطين كاستر. فبصوا بقى انا هنا في الخطوه دي هقعد اضرب فيه كده شويه بايدي، طبعا هو كان سخن جدا فمش عارفه امسكه، فهتفضلوا تلفوا فيه كده شويه بحيث ان هو يسيل معاكم شويه. دي بقى الطواجن بتاعتنا، عايزين تعملوا في قوالب اعملوا، عاوزين تعملوا مثلا في صينيه وتقطعوها بعد كده اعملوا، هتبقى حلوه جدا. هنا بقى انا هجيب الطواجن دي هدهنها بالزبده، او ممكن تدهنوها بالسمنه، عشان انا في بعد كده هقلبه، يعني في طاجن من الطواجن دي انا هقلبه، فعشان كده انا محتاجه ان انا الحاجه الخليط بتاع المهلبيه بتاعي يطلع بسرعه من الطاجن، فهحتاج ان انا ادهنه زبده او سمنه، او لو حابين زيت، بس انا ما بفضلش الزيت في وصفات الحلويات دي، لان الزيت بيدي طعم كده مش حلو. فانا هنا كنت مستخدمه زبده، ممكن تستخدموا زي ما قلت لكم سمنه. هفضل يعني اي قاعده عندي، او اي طاجن، اي صينيه، اي حاجه هفضل ادهن فيها كويس جدا زي ما انتم شايفين. عشان كده انا حبيت اوريكم الفيديو خطوه بخطوه، ما حبيتش ان انا اسرع الفيديو بحيث ان كل حاجه تبقى باينه. دلوقتي بقى هبتدي اجيب المهلبيه اللي انا عملتها بالمكرونه
وهبتدي احطها. بصوا بقى على حسب بقى الحاجه هتشيل معاكم قد ايه، بس انا بفضل ان الطواجن او عموما اي صينيه ما تبقوش مليينها لاخرها، لازم الحاجه ما تبقاش متعبيه كده لاخرها عشان تعرفوا تقلبوها، تعرفوا تتحكموا فيها. لما تبقى متعبيه لاخرها ممكن تتقطع منكم وانتوا بتقلبوها او كده. فالافضل بصوا انا حطيت حوالي 3 أو 4 معالق بالكتير، تقريبا 4 معالق. دي المعلقه اللي جايه دي هتبقى المعلقه الرابعه. ايوه. بعدين بقى ايه، هبتدي دلوقتي ايه اساوي الوش. لازم على قد ما نقدر نساوي الوش. انا عارفه ان هي تبقى صعبه شويه لان هي ايه الخليط تقيل شويه معانا، بس على قد ما نقدر نحاول نساوي الوش بتاعنا. انا سويته بظهر معلقه كده بس عشان ايه منظره بس يبقى حلو. وبعد كده الخطوه اللي جايه اللي انا هضيف فيها الزبده، محتاجه ان الوش يبقى متساوي عشان يطلع شكله حلو جدا في التقديم. بصوا زي ما انتوا شايفين على قد ما اقدر بلف كده الطاجن وشغاله بايدي على بالمعلقه يعني، وبايدي على الوش بحيث ان الوش يطلع شكله حلو. هنفضل نعمل كده لغايه لما بصوا على قد ما نقدر يعني نخلي الوش حلو. خلي بالكم لان هي اما بتبرد بتتقل جدا، لازم نشتغل فيها وهي سخنه. دلوقتي بقى انا عملت الطواجن، انا لسه الباقيين دول ما ظبطتش وشهم، بس ده اللي انا كنت مظبطه وشه معاكم. الكميه دي عملت معايا 4 طواجن، بس ده طاجن صغير، الباقيين اكبر شويه منه، يعني ممكن الكميه دي تحطوها في صينيه صغيره. بصوا بقى سبتها تبرد ودخلتها التلاجة حوالي 10 دقايق ربع ساعه. بصوا بقت عامله ازاي، تقلت وبقت تحفه جدا. هنا بقى هجيب زبده سايحه، يعني كل طاجن ممكن ياخد له بتاع معلقتين زبده ولا حاجه. خطوه الزبده السايحه دي بتدي طعم فظيع جدا. بتدي طعم حلو جدا للمهلبيه اللي احنا عاملينها. ولو عايزين تستخدموا مثلا سمنه هتبقى حاجه حلوه جدا برضو. ممكن في الخطوه دي لو بتحبوا القرفه تحطوا على الزبده وهي بتسيح شويه قرفه كده، هتدي طعم بصوا فظيع. ممكن بدل الزبده قلت تستخدموا سمنه، او ممكن بدل السمنه والزبده تستخدموا صوص شوكولاته، طبعا حاجه فظيعه، او ممكن صوص كراميل، او ممكن صوص نوتيلا برضو هيدي طعم فظيع. بس لو هتستخدموا اي صوص من الصوصات اللي قلت لكم عليها دي، تحاولوا ان انتم ما تحطوش كوبايه السكر في المهلبيه، لا احنا نحط ايه سكر قليل شويه لان الصوصات دي هتبقى جباره يعني ومسكره جدا. بصوا بقى انا هنا حطيت الزبده ديت طريقه تانية للتقديم، حبيت اوريها لكم عشان لو عاملين في قوالب سيليكون. في قوالب سيليكون بيبقى شكلها حلو جدا كده وبتنفع للاطفال. بصوا هنحط بقى كده ونقلب، اتقلب معانا بسهوله وما تقطعش عشان انا كنت دهنه بالزبده. بس طبعا ايه لازم تسلكوا الحروف كده الاول قبل ما تقلبوه. كده اتقلب معانا. حطيت بقى ايه التزيين بقى اللي انتوا حابينه. انا هنا حطيت عنب يدي شكل كده عشان اللون الاحمر ده كده يدي شكل حلو، وحطيت موز، شرايح موز، برضو الموز بيبقى طعمه حلو جدا معاها. وكمان انا عشان بحب القرفه جدا جدا، والقرفه طبعا مفيده زي ما كلنا عارفين، حطيت بقى رشه قرفه. ممكن بقى تستخدموا اي حاجه، ممكن تستخدموا بقى في التزيين شوكولاته مبشوره بيضه او شوكولاته غامقه دارك، ممكن تستخدموا مكسرات. انا هنا حطيت بس حاجات بسيطه كده، حطيت قرفه وحطيت جوز هند. بصوا القرفه والجوز هند ده خليط فظيع جدا، وفعلا الطعم طلع فظيع جدا. زي ما انتوا شايفين كده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم طبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وبصوا بقى لما تيجي تتقطع كده بقى ايه وتطلع بتبقى فظيعه. هنا بقى انا ايه طبعا عشان انا عايزه السمك ده الخليط يكون سمكه تقيل كده، فانا ايه حبيت ان انا ايه اتقله على النار. لو مش حابين خلاص، بس فعلا بصوا كده بتطلع الحته بحتتها كده، ممكن تتقطع زي شرايح وتاكلوها شرايح، هتبقى حلوه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وطبعا ما تنسوش زي ما قلت لكم اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.